اشنو بان لك بارد تقدر تدخل؟ انا كنظن حتى هذا غيفكر عشرات المرات قبل ما يدخل لهذا الماء. ومع ذلك كيبقى حمام الثلج مزيان باش ترجع اللياقه البدنيه بعد واحد الجهد بدني كبير. يلا نمشيو نكتشفوا 6 الطرق اللي كاينين لاسترجاع اللياقه البدنيه. حمام الثلج من بعد جهد بدني اللي كبير، مباراة كرة قدم مثلا، الرياضيين يدخلوا في أحواض ماء باردة جدا ما بين 10 حتى 15 دقيقة. غالبا تكون درجة الحرارة ما بين 8 حتى 13 درجة مئوية. ولكن واش فعالة هذه القضية زعما؟ شوفوا معايا. فهي تتجنب العياء، تزيل السموم، وتخلي الجسم يرجع بسرعة. العضلة من بعد المجهود البدني الكبير يمكن يوقع فيها نزيف، الشيء اللي تسبب في تشنجات العضلة. فالبرودة هنا عندها دور مهم جدا أنها تتوقف هذا النوع من النزيف لميكروسينيوم. أنا ماشي دكتور هاوس، ولكن قلمت شوية وحسب البي بي سي أن هذه التقنية كانت عندها الفضل الأكبر حتى ادت ليستر سيتي في البريمير ليج موسم 2016 كريستيانو رونالدو من عشاق حمام الثلج، في أنه كان سبب حتى تفارق مع إيرينا شيك. ثانيا الحجامات. الحجامات تقنية علاجية اللي معروفة من القديم واللي وصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. عندها منافع كثيرة، منها تخفيف الآلام وتحسين الدورة الدموية وتحسين كذلك حركية الجسم. هذا جانب بسيط من منافع اللي تتبقى بيانسور كثيرة بزاف. هنا ندوزو للتقنية الثالثة اللي هي كريو ساونا. سبق لينا شفنا حمام الثلج كطريقة علاجية، فكاين هذا النوع من الآلات كذلك، فهو مبرد لتوصل درجة حرارته إلى ناقص 160 درجة مئوية. الرياضي من بعد ما يدخل عنده ما بين دقيقة ونصف حتى 3 دقائق. الطريقة الرابعة هي الأجهزة الإلكترونية. بطبيعة الحال الرياضيين عندهم الكثير من الأجهزة الإلكترونية بتساعد على استرخاء واسترجاع اللياقة البدنية. الهدف من هذه الآلات هو أنها تتهيج الدورة الدموية، الشيء اللي كيسرع استرجاع اللياقة البدنية. وصلنا رقم 5 اللي هي الطرق التقليدية. من قبل ما يبانوا التقنيات العصرية، الرياضيين كان عندهم 2 حوايج. العملية الأولى هي الديكاساج اللي تسهيل المرور من حالة الجهد إلى حالة الراحة بحال الفوتينغ مثلا. وثاني حاجة اللي هي المساج أو تدليك العضلات. إلى يومنا هذا مازالين هما الأكثر استعمالا في النوادي الرياضية. هنا وصلنا لآخر محطة اللي هي نمط الحياة. النوم ونظام غذائي متوازن هما من العوامل الأساسية لاسترجاع اللياقة. أول وجبة من بعد المجهود البدني الكبير كتكون مهمة بزاف. هنا خصك تعرف شنو تاكل. بيان سور ما كنهضرش على طاجين وكوكا. فالجسم ديك اللحظة تحتاج 4 الحوايج: بروتينات، فيتامينات، معادن، ثم نشويات. أما النعاس فتخليك تريكيبيري جسديا وذهنيا، خصوصا النوم العميق اللي فيه ترجع العضلة، أي المرحلة الثانية من المراحل الثلاث ديال النعاس. النعاس الكافي راه بحال حمام الثلج، مهم اللي تسالي الماتش ديالك أو الكومبا بغيتي ترتاح، تريكيبيري مزيان، هي تمشي دودو. وبالأخير شكرا على المتابعة، وما تنساش دائما تهلا في الجمجمة.